عمرك في يوم سألت نفسك هو ليه الذهب كمعدن غالي وليه بيعتبر تجسيد لثروة الدول ورغم ان في معادن تانية نادرة بس ارخص كتير من الذهب؟ في فيديو النهاردة هنتعرف على الذهب وسبب سعره العالي، بس قبل ما نبدأ تعالوا نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام ودعمونا بلايك واشتراك في القناة. اصطدامات النجوم النيوترونية مع بعضها بتكون طاقة كويسة تقدر تشكل معادن زي الدهب، والنجوم دي عبارة عن نجوم صغيرة ليها كثافة عالية وقوة جاذبية عالية جدا، فبيخشوا على مدارات بعض وبيحصل التصادمات دي في الفضاء. وطبقا لنظريات كتير من العلماء كان في بواقي من المعادن دي اتشكلت وبقت من مكونات نواة الأرض، وعلى مدى ملايين السنين وبسبب سخونة نواة الأرض تم دفع شذرات دهب ناحية السطح، وتم العثور على الذهب لأول مرة في الكهوف تقريبا من 40 ألف سنة. طب إيه بقى هو الذهب بالظبط؟ الذهب هو معدن نادر يعتبر من أتقل العناصر الكيميائية، بيتواجد على هيئة حبيبات داخل الصخور أو تحت مجرى النهر أو على شكل عروق داخل بعض أنواع التراب، وغالبا بيكون معاه بعض المعادن التانية زي النحاس أو الرصاص. وطبعا مش سهل إنك تقدر تطلع الذهب، وبيكون محتاج معدات وفلوس كتير عشان تقدر تستخرجه. وطبعا من مميزاته لونه الأصفر الجميل ومرونته، يعني يقدر يتشكل من غير ما المادة دي تتكسر. بيمتاز طبعا بثباته الكيميائي وإنه مش بيتأثر بالمية أو الهواء بشكل كبير، وبسبب صعوبة استخراجه وقلة تواجده على كوكب الأرض، ده غير طبعا إنه يعتبر جاي من الفضاء، فكل دي أسباب خلته من أغلى المعادن على كوكب الأرض. تاريخ استخدام الذهب: على مدى قرون عديدة كانت الحضارات في جميع أنحاء العالم مفتونة بالمعدن الجميل ده، زي القدماء المصريين مثلا ما كانوش بس بيستخدموها كعملة، لأ كانوا بيدفنوا نفسهم في الذهب اعتقادا منهم طبعا إن ده جسد الآلهة. في عام 1792 الكونجرس الأمريكي أصدر قانون العملات، واللي بيحدد سعر للذهب ثابت مقابل الدولار، وفي الوقت ده الناس كانت مهووسة بالذهب، وخصوصا في عام 1799 لما اكتشف رد الطفل الصغير اللي عنده 12 سنة كتلة ضخمة من الذهب في مزرعة العيلة. وخلال 50 سنة كان تقريبا كل الناس بيدوروا على الذهب في كل مكان، وابتدى التنقيب على الذهب أو التعدين ياخد مجرى مختلف تماما عن زمان، إلا إن مسألة التعدين ما زالت مسألة معقدة. بس مع تطور التكنولوجيا وزيادة الأيدي العاملة الدنيا بقت أحسن وأفضل، ولكن ممكن المهندسين والكيميائيين ياخدوا وقت من 8 ل 10 سنين لفحص موقع محتمل وتأكيد اكتشاف منجم ذهب. ولكن فوق الأرض الذهب موجود بالفعل في كل حتة، روح أي محل الذهب هتلاقي منه كتير. والدهب بيتم استخدامه في حاجات كتير قوي، مش بس في الشبكة، بيستخدم في الطب والهندسة وتقريبا كل مكون إلكتروني. ده حتى الدهب بنخليه يرجع تاني لموطنه الأصلي في الفضاء مع رواد الفضاء اللي بيستخدموه في بطانة الأقنعة بتاعتهم عشان تحميهم من حرارة الشمس الضارة. ورغم كمية الدهب الموجودة حوالينا دي إلا إنها تساوي حوالي 200 ألف طن بس، وإن لسه تقديرا برضه حوالي 44 ألف طن تحت الأرض، فيكون المجموع اللي هو برضه تقديرا يعني 244 ألف طن على كوكب الأرض، واللي هيفضل ثابت ولا هيقل ولا هيزيد. وبيفيد مجلس الذهب العالمي إن معدل اكتشاف الذهب سنويا بيكون حوالي من 2500 ل 3000 طن. طرق التنقيب على الذهب: أقدم وأحلى طريقة عشان تلاقي شوية ذهب هتجيب منخل دقيق يا معلم وتطلع على النهر في أمريكا الشمالية وتقعد على ضفة النهر وأنت ورثك أي شجرة تتعلق في المنخل، وطبعا بتقعد تنخل وتغسل، ولازم يبقى عندك شوية خبرة في الموضوع ده وانت وحظك بقى. ممكن تعمل 2 جرام كل اسبوع ولا حاجة، بس دلوقتي مع التكنولوجيا ففي ادوات حديثة للكشف عن المعادن وخصوصا الذهب. أكتر الدول إنتاجا للذهب الصين، بتيجي في المرتبة الأولى بإنتاج 368 طن سنويا، أما في المركز الثاني فبتيجي روسيا بكمية 331 طن، أستراليا المركز الثالث بجدارة ب 327 طن، أما غانا في المركز السادس بمعدل 138 طن، وطبعا هي الأولى في أفريقيا. طب دلوقتي إيه هو المستقبل مع الذهب؟ مع الوقت بقى الموضوع صعب أكتر واكتشاف الأماكن بقى فيه صعوبة أكتر، والعلماء قدروا إن خلال 20 سنة كل الدهب هنكون جبناه إن شاء الله. ومع بطء التعدين وزيادة تكاليف التعدين أصلا وخلاص الدهب كله هيتجاب، فبنسبة كبيرة الدهب هيكون غالي جدا بعد فترة كبيرة، وهيكون صعب على الناس إنها تجيب الدهب بكل سهولة. وبكده نكون استعرضنا النهاردة لحضراتكم عن سبب غلاء الدهب في العالم. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس، واشوفك تاني في فيديو جديد.